يجي لك سيوه انت هتحاسبه على كام؟ اللي هو عايزه كفايه بس مجيته. والله كفايه مجيته. السلام عليكم، منورين الدنيا، عاملين ايه؟ معلش بقى، ممكن تلاقي ايه العربي متكسر شويه عشان اللهجه هنا مزيغيه، والناس لسه ما تعرفش ايه لغه عربيه كويس، غير من السياح اللي بيجوا والتعليم في المدارس. بس انا الحمد لله يعني ربنا كرمني وبقيت في الكليه، يعني حتى اللغه تلاقيها احسن من الاول. النهارده هنديك الملوخيه السويه الاصيله بقى اللي بتتعمل ناشفه، بقى بينشفوها بعد كده بيعملوها بدقيقه كده اهو، بتحس ان هي ايه، مفتفت. على شويه بقى كركديه، لو ضغطك عالي على حسب بقى، ضغطك عالي عاوز توطيه تشربه هو ساقع، او ضغطك بقى اسمه ده واطي تشربه هو سخن عشان يعلي الضغط. ده كركديرنا يعني معظمه عارفينه يعني. الحاجة بقى المميزة هنا اسمها حشيشة الليمون، دي بإذن الله بقى العصرة اوريها لكم. برغم ان انت تشربها بقى بتهدي الاعصاب، لو انت بقى اعصابك ايه جايب اخرها، اعمل زي خدها نصيحة مني زي ما انا بعمل كده اهو. باخدها بقى بغلي كوباية على حسب السكر، لا اصبهم بقى في الكوباية بس بغليهم المية والحشيش الليمون مع بعض. بعد كده بقى اصبهم فين بقى في الكوباية، احط السكر معاه واقلبه واشربه بقى بمزاج رايق وبهديني الاعصاب. برضه عندنا ايه الانواع بقى هنا بقى زي ده الحامض. الحامض ده دلوقتي سعره مرتفع عن التفاح، بالرغم في ناس بتشوف الحجم اكبر بيبقى ايه احلى، جربت بقى الصغير ومزازته هيبقى احلى بكتير. وفي نفس الوقت مش بتحس ان انت بتقطم ايه الحته، لا بتدخله كله زي ما هو مزازه. لو خليته بقى في البيت مع شويه فلفل مع شويه ليمون، عندك شويه جزر، مخليه في البيت احسن ما تكون اشتريه من برضه. البلح بقى في ارتفاعات، احنا بدأنا من 18 جنيه لغايه ما وصلنا 22 جنيه. اشوف بقى البلح 18 جنيه، اعلى جوده ب 18 جنيه، ودلوقتي عام 22 جنيه، ولسه يرتفع كل ما يزيد بقى عنده السحب والتصدير يطلع بره، هيوصل لغايه 30 جنيه.